السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبألف خير ان شاء الله. معكم مريم من قناة يوميات مريم. اقتراح ديال اليوم هما كما شاهدتوا معايا هاد الفطائر اللي كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو زوينين بزاف، لا الشكل ديالهم ولا المذاق ديالهم. غنشارك معكم واحد العجين اللي كيجي قطني وزوين وخفيف، وفي نفس الوقت غنشارك معكم واحد الحشو اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي معلكه وبنينه وفي نفس الوقت اقتصاديه. خليكم ان شاء الله معايا واش نشارك معكم طريقه التحضير والمقادير. اول حاجه البنات، عندي هنا الفينو، وعندي دقيق الابيض خاص بالحلويات. غنضيف ليه معلقه ونص ديال الخميره ديال العجينه، وغنضيف ليه معلقه ديال السنيده وممكن تضيفوا العسل. غنضيف ليه واحد 3 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وغنضيف رشيشه د الملحه والماء دافي. هذه هي العجينه ديالنا، وغنبدا نعجن هاد العجينه، نبدا نجمعها. والعجينه ضروري كنخليها شي شويه مرخوفه، ما كنقصحهاش. فهاد العجينه بسيطه، يعني ما فيهاش بزاف ديال الاضافات، ولكن كتجي رطبه وزوينه. السر ديالها هو كنعجنوها وكنخليوها ترتاح. صافي كندهنها بشويه ديال زيت الزيتون، وكنجمع العجينه. بعد ما عجنتها مزيان كنجمعها وكنغطي عليها بلاستيك غذائي وكنخليها تخمر. مني كتخمر ليا كنرجع كنعاود بحال نجمعها ونخليها ترتاح، وتما فين كتولي العجينه زوينه بزاف. هنايا عندي غندوز باش نحضر معكم الحشو. فعندي الدجاج مقطع قطع صغيره، عندي واحد معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، ونص معلقه ديال البصل، وشويه ديال الملحه، نص معلقه ديال الخرقوم والقزبر ومعدنوس. بالنسبه للملحه كنضيف غير شويه لان الدجاج عندي مغسول بالملحه. كنضيف هنايا شويه ديال الزيت النباتيه. وبالنسبه للخضر كنخليهم هما الاخرين عاد كنضيفهم. يعني كندي الدجاج ديالي يتشحر ويشرب ليا ديك العطريه مزيان، عاد كنضيف ليه القرعه الخضراء اي الكورجيط، ونضيف ليه خيزو. صافي بعد ما تشحر ليا الدجاج وتشرب ليا ديك العطريه اللي ضفت ليه، كنضيف ليه خيزو والقرعه وكنخليهم حتى هما كيتشحروا. هنايا غنضيف واحد المعلقه ديال الفلفل الحار الهريسه. غنضيف بودره الثوم، اللي ما كانش متوفر عنده يدير هكا الثومه يحكها. وضفت هنا التوابل ديال الدجاج، فكيجيو زوينين ومتواتين مع هاد الحشوه هادي. اللي ما عندوش توابل ديال الدجاج يكتفي غير بالتوابل اللي ضفنا. بعد ما طابت ليا الحشوه وتعلكات كنضيف لها الفرماج حمر، ونضيف لها الفرماج موتزاريلا، كنخلطهم بجوج. كنضيف غير واحد شويه، والشي الاخر كنخليه من بعد غنستعملو في الفطائر. صافي هنايا العجينه ديالي كتكون خمرات، وعاود تعجنتها وعاودات خمرات. يعني باش كتجيني بهذه الطريقه هذه كتجيني واحد العجينه اللي رطبه وكتجيني زوينه. وكما قلت لكم العجينه راه كنخليها مرخوفه، ما كنقصحهاش باش يجوني دوك الفطائر قطنيين ويجوني خفاف. صافي كنجيبها هنا وكنقطعها، كنقسمها قطع هكا صغار بحال اللي كنصايب مخيمرات، يعني قطع صغار. وكنستعن بالدقيق لان العجينه كتكون مرخوفه وكتكون كتلتصق، فكنستعن بالدقيق. كنعاود هكا يلول بهم كما كنقولوا حنا المغاربه كنشكل منهم هكا كريات صغار، ونحاولوا يكونوا نفس الحجم. اللي جاتني صغيره كنزيد فيها هكا شويه، وكما قلت لكم البنات نحاولوا يكونوا نفس الحجم، يعني يكونوا بحال بحال. صافي كنكمل حتى كنكمل هاد الكميه اللي عندي، نخليهم هكا على جانب. وكنبدا باول كريه شكلت، كنجيب الدلاك وكنطلقها على هاد الشكل هذا. يعني راه ساهلين البنات هاد الفطائر، كنطلقها بهذا الشكل. يعني كنخليها شي شويه، ما نطلقهاش نرققها بزاف، يعني غير شويه بحال هكايا. راه فاش كنحطها كترجع شويه يعني كتصغر. صافي بعد ما كملت طلقت هذه الكميه الاولى، جبت هذيك الحشو وبديت كنضيف هذيك الحشو لهاد العجين بهذا الشكل، كنقسمها عليهم.
وكنبدا كنسدهم بهذا الشكل، يعني كنسد عليهم بهذا الشكل هذا. كنحاولوا نسدوا غير الجوانب باش كيعطينا هذا الشكل هذا. ودائما كنستعن بالدقيق البنات، لان العجينه كما قلت لكم رخوفه كتكون كتلتصق في اليد وكتلتصق على سطح العمل، كنحاول هكايا ندير الدقيق باش ما تلتصقش. صافي البنات كما شفتوا معايا كنشكلهم بهذه الطريقه، يعني كنسد بهذه الطريقه باش كيعطيوني هذا الشكل هذا. اسبق لي حضرت معكم فطائر، ولكن هادوك طيبناهم غير في المقلاة بهذا الشكل هذا، ولكن طيبناهم غير في المقلاة. هادو غنطيبهم في الفران والشكل ديالهم غيكون مغاير. هنايا البنات كنجيب واحد الاصفر بيضه اللي ضفت ليه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وكندهن به هاد الفطائر، تندهن به الوجه ديال الفطائر ديالي باش يعطينا واحد اللوين اللي زوين. هنايا جبت شويه ديال الججلان، وانتم اي زرارع كانوا متوفرين عندكم استعملوهم. شويه ديال الججلان وكنرشو هكا من الفوق. وهنايا عندي شويه ديال الخشخاش وشويه ديال الحبه السوداء، وكنزين بهم حتى هما. كنجيب هنايا السكين وكنحاول ندير نقطع هذا الوسط هذا، يعني كندير واحد كما كنقولوا حنا الثقب ولا هكايا واحد الحفيره. المهم كنحلهم من الوسط هكايا، كنحلهم بالسكين. وكنجيب الفرماج احمر وموتزاريلا كنخلط ما بيناتهم، وكنعمر هذيك البليصه اللي انا حليت بالموس او السكين، كنعمرهم بالفرماج بهذا الشكل هذا البنات. كنعمرهم بالفرماج. صافي كنجيب هنا الفلفله حمراء والفلفله خضراء قطع صغار وكنزين بها. بالنسبه لهذه اختياريه، بعد كنزينهم كيجيو على هذا الشكل هذا. كيجي الشكل ديالهم البنات كيحمق، كيجي زوين صراحه. وحتى المذاق ديالهم صراحه فاش كيطيبوا كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رطب. صافي كنجيب هنايا الصفيحه ديال الفرن اللي غادي نطيبهم فيها، وكنكون شعلت الفران البنات سخون على 200 درجه من الفوق ومن التحت. كندخل ليها الفطائر ديالي باش يطيبوا، وضروري الفران يكون سخون. كندخلوا ليه هاد الفطائر هادو هو سخون، فكتكون النتيجه زوينه كما شفتوا معايا. فانا طيبت الصفيحه الاولى الصفيحه الثانيه، يعني جوج هنايا طاوات اللي طيبت تبارك الله ما شاء الله. فحطوا لي واحد الكميه اللي وفيره، والشكل ديالهم البنات كيجي كيحمق، وحتى المذاق ديالهم كيجيو زوينين ومعلكين، والعجينه كتجي خفيفه وزوينه رطبه. شوفوا معايا البنات كيفاش كيجيو. هنا راه كنقطعها معكم وهي باقا سخونه، حتى داك الجلجلان وحتى ديك الحبه السوداء اللي كنديروا الخشخاش كيعطيهم واحد الجماليه. نتمنى البنات ينالوا الاعجاب ديالكم هاد الفطائر وتجربوهم ان شاء الله بهذه الطريقه اللي قدمت لكم. فكيجيو زوينين وساهلين في نفس الوقت، والشكل ديالهم شوفوا معايا البنات كيفاش كيجي. مع السلامه البنات، خليت لكم الراحه الى فيديو جديد ان شاء الله.